السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ هنعمل مع بعض النهاردة رز البسمتي، رز المشاوي. يعني عندك فراخ مشوية عايزة تعملي جنبها رز بسمتي، هتبقى الطريقة دي حلوة جدا معاها. عملتي كفتة، عملتي اي حاجة تبقى حلوة اوي معاها. تعالوا يلا نشوف. انا معايا هنا ده نص كيلو رز بسمتي، معايا هنا لومي وده اختياري، يعني لو حابه تحطيه حطيه، ولو عندك قرفه برضو عيدان قرفه حطي عود هيبقى كويس جدا. معايا هنا بهارات فراخ، معايا مكعب، معايا كركم، معايا ورقتين لورا، معايا ملح. الملح طبعا على حسب الحدوقيه بتاعتك اللي انت بتحبيها. معايا هنا دي بصلايه صغيره انا مقطعاها رفيع، مكعبات رفيعة كده صغيرة، او ممكن تبشريها بالمبشرة عادي هتبقى شغالة معاكي يعني. تعالوا يلا نشوف هنعمل ايه على طول. انا جبت حلة بقى وحطيت فيها معلقتين زيت كبار، هسيبهم لحد ما يسخنوا كويس جدا. الزيت كده سخن خلاص، هبدأ بقى اجيب البصلاية وانزل بيها في قلب الزيت. هبدأ اشوح فيها بقى شوية بشوية كده، يعني هبدأ اشوح فيها لحد ما تدبل خالص. اهيت يا جماعه البصلايه ابتدت اهي تدبل خالص. هبدا بقى اجيب البهارات بتاعتي، هبدا انزل بالبهارات دي كلها كده في قلب الحله، وهفضل اشوح البهارات دي شويه مع البصلايه، يعني مش كتير، يعني تشوحي فيها كده ايه حبه بس مش كتير قوي، يعني تقلبتين تلاتة كده. تمام. هبدا بقى اجيب الرز اهوت، انا جبت كده الرز هبدا انزل بيه اهوت يا جماعه. شكل الرز انا شوحته تشويحتين كده وهبدا اسقيه. انتي نص كيلو 3 كوبايات، 3 كوبايات دول هتحطي عليهم 6 كوبايات ميه لو انتي مش ناقعه عليهم. لو انتي مش ناقعه الرز، لو انتي ناقعه الرز هتحطي المقدار العادي بتاع الرز الطبيعي. انا هبدا دلوقتي انزل ب6 كوبايات من دول معايره بيهم الميه اهوت يا جماعه. انا سقيته 6 كوبايات ميه، لان انا معايا 3 كوبايات، يبقى اسقيهم 6 كوبايات ميه. هيبداوا بقى يغلوا، انا هبدا اغطيهم هما كده يبدا يغلي. طبعا ميه مغليه، ما تسقيش ميه من الحنفيه. انا غطيته وهسيبه لحد ما يغلي ويبدا يتشرب. هروح مغطيه عليه خالص وهقلبه، واشوف طريق واشوف هو استوى ولا لا. هوريهولكوا لما يستوي يبقى شكله عامل ازاي. بصوا يا جماعه هو كده اتشرب. هبدا بقى اغطي عليه على طول، قلبيه تقليبه وغطي عليه على طول، وتوطي عليه شمعه، يعني تخليه زي شمعه اهو. بصي انا وطيت، شايفين النار اهي، انا خليته كده شمعة عشان يستوي براحته وما ياخدش منك مية تاني. وطي عليه كده وما تستعجليش عليه، هيطلع معاكي حاجة بسم الله ما شاء الله ولا اجمل من كده. الرز ده يا جماعة بعد ما استوى وشرب المية بتاعته بسم الله ما شاء الله عامل ازاي، مش معجن وطعمه حكاية. جربوه وقولي رأيكم في الكومنتات. اهوت يا جماعه بعد ما قدمته بسم الله ما شاء الله حاجه تحفه. جربوه مش هتندموا، هتعتمدوا الوصفه دي على طول عندكم. تعمليه جنب كل حاجه المشاوي ويبقى طعمه بسم الله ما شاء الله تحفه. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.